إلى يوم الدين ما توالت الأيام والسنين. أما بعد أيها الحضور الكرام، الحديث وإياكم في هذه الدقائق المباركات الطيبات التي نسأل رب العرش والسماوات أن يجعلها في ميزان الحسنات عن شيء عظيم وجليل وهو من العظمة بمكان. الحديث وإياكم عن العلم وعن فضل العلم وعن شرف العلماء وعن التأدب مع العلماء وعن معاناة بعض العلماء وعن العلم عندما يصير إكسير حياة يسري في عروق العلماء. ولا أطيل على حضراتكم، فقد قيل: من كل بستان زهرة، ومن كل عطر رشفة، ومن كل بحر غرفة. لن تبلغ العلم ولو مارسته 1000 سنة، فإن العلم بعيد غوره، خذ من كل علم أحسنه. فضل العلم. قال رب العزة جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. علق العلامة القرطبي على هذه الآية فقال: هذه الآية فيها دليل على فضل العلم وشرف العلماء، إذ أن الله قرنهم باسمه واسم ملائكته، ولم يقرن أحدا كما قرنهم. وقال أيضا: وقل رب زدني علما. لم يأمر نبيه من الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال الإمام علي لتلميذه كميل ابن زياد: يا كميل، العلم خير من المال. العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم حاكم والمال محكوم عليه. المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. روى الإمام أبو داود وذكره الألباني في صحيح الترغيب من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث لعله هو الذي جعل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يذهب إلى السوق فيقول لهم: أنتم هنا تبيعون وتشترون وميراث النبي في المسجد يقسم. جاء أهل السوق يهرعون إلى المسجد فلم يجدوا إلا حلق العلم وحلق الذكر، فقالوا: يا أبا هريرة، أي ميراث؟ قال لهم: ألم تسمعوا قول نبيكم:
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. البيهقي في لفظه روى زيادة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. وهذه الزيادة حسنها ابن حجر العسقلاني، هذه الزيادة حسنها ابن القيم رحمه الله تعالى. أما عن التأدب مع العلماء، خير دليل على ذلك الله سبحانه وتعالى يرسل نبيا من أولو العزم من الرسل هو موسى عليه السلام ليتعلم من عبد صالح أو نبي أو رسول الخضر. والخلف في الخضر شهير منجل، أمرسل أم لا وقيل بلول. مهما كان لا يصل إلى درجة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يقول: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حرصا منه على لقاء هذا العالم. فلما لقيه، انظروا إلى الأدب، يقول له بأدب واستئذان: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ويقول أيضا: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. انظروا إلى هذا الأدب. روى الإمام الطبراني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم، عن الشعبي أنه قال: صلي على جنازة صلى عليها زيد بن ثابت، فلما ذهب ليركب بغلته يأتي إليه من؟ عبد الله بن عباس، يقدم له ركاب البغلة، فيقول له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله، خلي عنك يا ابن عم رسول الله. فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع العلماء والكبراء. زيد بن ثابت يقبل يد عبد الله بن عباس ويقول له: هكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن التأدب مع العلماء وعدم الخوض في أعراضهم، خاصة في هذا الزمان الذي تنحت فيه المسافات، وصار الإنسان يتحدث على العلماء كأنما يتحدث على لاعب كرة قدم أو مغني، والعياذ بالله. اسمعوا ما يقول ابن عساكر، يقول: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب أي للانتقاص، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وأذكر لكم قصة واقعية. كان أحد المشايخ فوق المنبر يتحدث على إمام الأئمة أبو حنيفة النعمان، يقول: قال أبو جيفة، بهذه البرودة، قال أبو جيفة. لماذا؟ لأن أبو حنيفة يجيز زكاة الفطر أن تكون نقدا. على هذه المسألة يقول: قال أبو جيفة، قال أبو جيفة. اسمعوا، في ليلة عيد أو في يوم عيد ذهب بأهله، ذهب بأولاده إلى أخوالهم، ثم ضرب أيام مدة من الزمن ما خرجش. الناس سألوا عليه، ثم طرقوا الباب، ثم دخلوا عنوة،
فوجدوه أجلكم الله ميت في الكنيف في المرحاض. يقول على أبو حنيفة أبو جيفة: انظروا إلى ميتته. الإنسان يحذر، لحوم العلماء مسمومة، لحومهم مسمومة. إذا وجدت عالمين اختلفا في مسألة، والله لو سقطت الرؤوس تلو الرؤوس. إذا كان مجتهدا، النبي يقول كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. والله لا تأمن أن تجد العالمين يوم القيامة على سرر متقابلين، على سرر متقابلين، وأنت أين يكون مكانك؟ أين يكون مكانك؟ فالحذر الحذر. أما عن معاناة بعض العلماء أيها الحضور الكرام، مرت أيام ببعض العلماء أنه كان لا يجد الدقيق حتى في بيته. محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى كان يلقي دروس على طلبته، فدخلت الخادمة تاعو الجارية تاعو قالت له: يا سيدي، إن سيدتي تخبرك بأن الدقيق نفذ. قال لها: قاتلك الله، لقد استحضرت 40 مسألة. لما قلت لي هذا القول ذهبت هذه المسائل. بل إمام الأئمة وإمام المالكية في عصره القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي كان في بغداد لا يجد الرغيف، وأراد أن يخرج من العراق، وتمثل قائلا: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق. ثم قال: يا بغداد، لو أن قومك كفوني برغيفين ما خرجت. ثم ذهب إلى مصر أرض الكنانة، فرحبوا به أيما ترحيب. ثم اشتهى أكلا، فلما أكلها أدركه الموت، فجعل يقول رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله لما عشنا متنا، لا إله إلا الله لما عشنا متنا. نسأل الله أن يكون في الفردوس يا رب العالمين. بل الفاقة ألجأت بعض العلماء إلى أن يبيع كتبه. أبو الحسن الفالي كانت له نسخة من الجمهرة لابن دريد بخط يد ابن دريد، وكانت غالية. الفاقة لم تترك له حيلة، باع هذه الكتب وكتب فيها أبيات. لحسن حظه اشتراها الشريف المرتضى. ماذا وجد فيها؟ وجد أبياتا يتحسر فيها ويقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل جفوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. أيها الإخوة الأفاضل، أما عن أحوال العلماء عندما يصير العلم كالهواء للرئتين وكالماء للعطشان، عندما يصير العلم إكسير حياة، هذا نؤجله إلى ما بعد جلسة الاستراحة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى،
والصلاة والسلام على المصطفى ومن اتبع سنته وآثاره واقتفى. أما بعد أيها الحضور الكرام، يقول الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى وهو يصور لنا هذا المشهد، يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايل طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأمان رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في فتنة خلق القرآن لما أدخل على المعتصم القصر طويل وعريض، الوزراء عن اليمين وعن الشمال، الخليفة موقفه مهيب، الحرس، الحجاب، وهو يجرجر قيده يمشي ببطء من آثار التعذيب الذي لاقاه. ففي طريقه إلى الخليفة ينظر إلى جنبه فيجد الربيع بن زياد، فيجد الربيع الوزير، فيجد الربيع تلميذ الإمام الشافعي، فيقول له: يا ربيع، ترك كل المجلس ويقول له: يا ربيع، ماذا قال الإمام الشافعي في المسح على الخفين؟ ماذا قال الإمام الشافعي في المسح على الخفين؟ ترى المجلس تعجب. الوزير ابن أبي دؤاد الذي كان يعذب أحمد قال له: يا أمير المؤمنين، الرجل يساق إلى الموت ويسأل عن مسألة من مسائل الفروع. لك يا ابن مالك أنف أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في الكعبة يطوف. أحمد بن حنبل في حالة أخرى، في عالم آخر. عندما صار العلم كالهواء للرئتين. أبو الريحان البيروني كان عالما، لما حضرته الوفاة زاره أحد العلماء فوجده في النزع الأخير وقد حشرجت به نفسه. ماذا يقول أبو الريحان البيروني؟ يقول لهذا الزائر: مرة من المرات حدثتني عن الجدة الفاسدة، وهي في المسألة في الميراث الأم، الجدة التي تكون من قبل الأم، مسألة عويصة في فقه الميراث. فقال له: أعد علي المسألة. قال ذلك العالم فشفقت عليه فقلت له: أفي هذه الحال؟ قال له: نموت ونحن نعلم بمسألة خير من أن نموت ونحن نجهلها. قال: فحفظت له المسألة، ولما خرجت عند الباب سمعت الصراخ عليه: يا الله، طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة، طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لعلنا نختم بهذه. أحد علماء المالكية التلمساني رحمه الله تعالى لما كان صبيا ذهب مع جده ليحضر درس تفسير عند عالم كبير، قيل أنه كان يناظر حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، يسمى أبو زيد الإمام. قال: فلما حضر عنده درس التفسير، لما ختم الشيخ الدرس، هذا الغلام سأل أبو زيد الإمام، قال له: عندي سؤال. فقال له: ما هذا السؤال؟ قال له: في الجنة يوجد العلم أم لا يوجد العلم؟ أبو زيد الإمام لا يجد نص واضح حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل له بعمومات النصوص: لهم فيها ما يشاءون، ما تشتهي الأنفس، ما تلذ الأعين. فقال له: يوجد علم في الجنة. فقال له هذا الغلام الصغير التلمساني الذي صار عالما، قال له: لو قلت لي لا لقلت لك لا متعة في الجنة. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين.
اللهم إنا نحبهم ونحب من يحبهم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.